عارفين إن الكيلو ب50 جنيه؟ وأكلة ولا أروع. بنعملها بقى كده في إيه؟ بنجيبها من المطاعم بأكتر من كده وتعتبر مقبلات. تعالوا نشوف التتبيلة الجميلة دي اتعملت إزاي. ما شاء الله تبارك الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيوة، ب50 جنيه كيلو أجنحة الدجاج بأجمل تتبيلة ب50 جنيه. هنعمل شوية إيه حاجات من البيت، وشايفين المنظر. عاملة لكم قلب زي قلوبكم الطيبة، زي قلوبكم الجميل. ما شاء الله تبارك الرحمن، هتاكلي صوابعك وراها. وب50 جنيه، 50 جنيه بس. والله هتكفي أكتر من 5 أشخاص. ما شاء الله تبارك الرحمن. هجيب الأجنحة طبعا الترطوفة الصغيرة ديت بنشيلها عشان الزفارة. هنقطع بقى ونمسك الجناح بقى كده وإيه، ونبدأ نعمل فيه فتحات كده عشان التتبيلة بتاعتنا. لو تعملي التتبيلة ديت نشيل الزوايد ديت. لو تعمل أنا بقول لك إيه، هنفتح بقى نقطع الفتحات هنا كده، نعمل في الأجنحة فتحات، ونعمل في الجزء التاني إيه، للجناح فتحات برضه عشان التتبيلة على طول إيه. لو تسيبيها بقى من بالليل، يعني تعمليها بالليل وتسيبيها للصبح، أو تسيب التتبيلة بتاعتنا قوية وجميلة، ممكن ساعة واحدة أو نص ساعة تسيبيها في قلب التتبيلة إيه، هتديك الطعم ولا أروع. ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا بقى بابريكا بقى وفلفل أسمر وتوابل فراخ. وهنجيب بقى إيه معانا شوية لبن. شايفين التوابل بتاعتنا؟ أهم حاجة عصير الليمون. أهم حاجة عصير الليمون. شوية كزبرة بقى حلوين كده، الفراخ يعني شوية كزبرة حلوين كده. كل ما تحطي التوابل بتاعتك كده، هنا بقى شوية لبن بقى، شوية زيت، معلقتين 2 بس زيت. عشان إيه، ما تحطيش بقى في قلب الصينية حاجة تانية. شوية زيت بقى حلوين كده، ونعمل بقى ايه، نجيب ليمونة كبيرة كده ايه ونعصرها. طبعا احنا غاسلين الفراخ بتاعتنا زي الفل. طبعا دلوقتي احنا بنحاول نوفر وندبر، رمضان جاي علينا، ممكن الوصفة دي برضو تنفعنا. ايه لو يوم أرداحي مش هنعمل ونجيب الأجنحة ديت ونعملها. بدل ما يبقى يوم أرداحي نبقى بطاطس وبيض والكلام ده، والله هتبقى أوفر من البطاطس والبيض. لو اللي بيحبها يجربها بنفس التتبيلة بتاعتي كده. حطيت معلقة صلصة عشان إيه، تضبّط اللون بقى كده. شايفين التتبيلة بتاعتنا تتاكل أكل وهي نيّة كده، تتاكل أكل. ما شاء الله. هاجيب بقى الإيه، الليمون واعصرها. الليمون بقى هتدّي مزازة كده في قلب كده. ولو في زفارة في قلب الأجنحة، إحنا كده شايلين كل حاجة منها. اللي هيقول لِك ما أعرفش إيه، إحنا مخلّينا قشطة زي ما أنتم هتشوفوا دلوقتي. قطعنا الطرف ده اللي بيبقى فيه زفارة، وإيه، ومسكنا الأجنحة قشطة أهي يا ولاد، قشطة ما شاء الله تبارك الرحمن. أيوه كده. شايفين الجمال والحلاوة؟ طبعًا إيه، إحنا كل يوم بندوّر على أكلة. هنعمل أكل إيه النهارده؟ محتارين. دي بقى هتعملي جنبيها بقى إيه، شوية رز ماشي، شوية مكرونة مش هتقول لأ، تاكليهم بعيش هيقول لِك أهلًا وسهلًا، اتفضلي كُليني. فجميع الأغراض وجميع الأشكال هتقول لِك إيه. شايفين؟ لا no comment، لا تعليق على الجمال والمنظر الجميل بتاع الإيه، الأجنحات. يقول لي إن دي أجنحة، دي مشويات. يا سلام بقى لو تشويها. يلا بقى ندلعها. ما عندكيش فلفل ألوان مفيش مشكلة. أنا لقيت الفلفل الألوان يا ولاد رخيص في السوق، الكيلو ب20 جنيه الأيام دي. لو انت بقى جدعة كده بقى برضو وفري، احنا بنوفر. نجيب شوية فلفل ألوان، شوية بانيه، نقطعهم ونعملهم شاورما. اللي مع جزر برضو بقى ده بدأ يرخص الحاجة، الحمد لله رب العالمين. بدأت عين رمضان، يعني تجيبي شوية فلفل ألوان وقطعيهم وشيليهم في قلب الفريزر. لو البصل برضو بدأ يرخص دلوقتي، شيليه وقطعيه وحطيه في الفريزر. ورمضان محتاج كل حاجة مننا، يعني احنا بنوف بحيث ان انت تخلي ال كله للعبادة. ما توقفيش مش هنقف في المطبخ طول النهار. ما شاء الله. شايفين الصينية وشايفين الخضار؟ نبدأ بقى نرص بقى الأجنحة كده من غير ولا بقعة مية. ما تحطيش مية. أنا عندك ورق زبدة كان بيها، ما عندكيش ورق زبدة حطي ورق كراسة. اللي بقى بيحب السبايسي ممكن يحط قرن بقى سبايسي شطة كده حلو كده، أو هريسة شطة. بس أنا ما حطيتش شطة ولا هريسة شطة، مع إن عندي برضو. هتخلي برضو الشطة بتدي بقى إيه، جمال كده وطعم للحاجة. قولوا لي رأيكم بقى في الكومنتات، وقولوا لي عايزين وصفات على قد الإيد كده، نعمل على قد الإيد. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما خدتش ثواني، يعني التتبيلة بتاعتها ما خدتش ثواني.
يا رب اللي تحط اللايك ربنا يسعد قلبها ويرضيها حتى طرد، واللي يعمل مشاركة بقى يبقى ايه تسلم ايديه. اللايك يا بنات واشتراك في القناة، بحبكم في الله يا أحلى أخوات في الدنيا كلها، وأكلة بسيطة خفيفة ظريفة ومش هتاخد مننا فلوس كتير، جنب شوية سلطة بقى وشوية مخلل لو انت مخللة بقى. يلا يلا يا بكيزة انت وهي في رعاية الله وحفظه، بحبكم في الله، مع السلامة.